المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإرترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، ونبدأها بأهم ما جاء فيها. تنفيذ إيجارات البيوت للمباني غير السكنية. الإرتريون في قطر يحتفلون بعيد الاستقلال. جهود توسيع الخدمات في قرورة. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية. أمريكا تعلن إرسال قوى عسكرية كبيرة لمواجهة إيران بالمنطقة. وعشرات من القتلى في حريق بطائرة في موسكو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدم وزير الحكومات المحلية سيد ولدنكيل أبرهة توضيحا يوم 6 من مايو الجاري بأسمر لمسؤولي الإدارة والمالية وفروع إدارات إيجارات البيوت القادمين من الأقاليم الستة حول الأسعار المحسنة لإيجارات البيوت غير السكنية الخاصة والعامة. وقال أن الحكومة انطلقت بكامل طاقاتها منذ غداة الاستقلال لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين وإحلال العدالة الاجتماعية، لكن العمل لا زال يعاق لمختلف الأسباب، ولأن إيجارات البيوت بصفة خاصة خلقت ضغطا على الأوضاع المعيشية، فإن الحكومة أقامت لجنة تدرس الوضع وبدأت باتخاذ الخطوات بشأنها. وأوضح بأن تحسين أسعار إيجارات البيوت جزء من جهود تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى وضع برامج تطبيقية على مراحل تؤثر إيجابا على حياة المواطنين مع مرحلة السلام الجديدة. وقال أن التحسين الذي جرى في أسعار إيجارات البيوت غير السكنية ليس لانخفاض النهائي العادل، وسيجري العمل لخلق أوضاع تخفيضها أكثر بالتقييم والدراسات المستمرة. وتبادل المشاركون الآراء والأفكار حول التصريح الصادر لتحسين إيجارات البيوت غير السكنية، موضحين عن تجهيز الاستبيان لتوزيعه إلى الجهات المعنية لتنفيذ البرنامج الموضوع. وقد تم إقرار تحسين إيجارات البيوت غير السكنية العامة والخاصة التي يبدأ سريانها في الأول من يونيو 2019، وذلك بالنظر للشكاوي والآراء المقدمة من المؤجر والمستأجر والتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة، وستخفض بنسبة 50% إلى 20% حسب تقسيم المناطق. احتفل الإرتريون المقيمون في دولة قطر في 3 من مايو الجاري بالذكرى 28 لاستقلال البلاد. وشهد الاحتفال الذي شارك فيه الضيوف المدعوين وسفراء مختلف الدول والدبلوماسيين الآخرين ومئات الإرتريين، شهد عرضا فنيا أحيته الفرقة الفنية التي ذهبت من إرتريا وعروض ثقافية وتراثية. وقال سفير إرتريا في قطر السيد علي إبراهيم إن شعار احتفال الاستقلال هذا العام يعبر عن المرحلة المباشرة التي ولجناها بصمودنا وتصدينا القوي، وله رسالة ومضمون قوية، مؤكدا الانتقال بكل الطاقات لتنمية الوطن. وشكر كافة المساهمين لحفاوة الاحتفال. من جانبه أوضح رئيس الجالية الإرترية في قطر السيد هاشم محمود حسن أن يوم الاستقلال مناسبة لتجديد العهد للعمل المتفاني وتنفيذ أمانة الشهداء، وتقييم المراحل السابقة لتنفيذ فاعل للبرامج المستقبلية. وقدمت في الاحتفال المنظم مسبقا لحلول شهر رمضان المعظم الشهادات للفرق المشاركة في منافسات كرة القدم والكأس للفريق الفائز.
قال مدير مديرية قرورة سي صالح محمود إن ارتفاع وعي السكان بأهمية تجمع القرى ساعد لتوسيع الخدمات الاجتماعية، وذكر بأن التجمع أساس الحياة المستقرة والمتطورة، موضحا الاهتمام الكبير لتجميع القرى من أجل توسيع الخدمات الاجتماعية عامة وخدمات المياه التي كانت مقتصرة فقط على أمهميم وقرورة وشاكات. وأفاد السيد صالح أن خدمات الصحة والتعليم والمياه أحدثت تغييرا ملموسا في حياة المواطنين وتطور المنطقة، وأن انخفاض ظاهرة الأمراض المعدية جاءت لإنشطة نظافة البيئة الجارية. وأشار إلى النتائج الإيجابية للمشاركة في التعليم، ورغم ارتفاع عدد المدارس إلا أن المشاركة في المرحلتين المتوسطة وما فوقها ليست متوازنة بسبب بعد القرى وزواج القاصرات وحياة الترحال، ويتطلب القيام بتوعية قوية لأولياء الأمور. وأوضح عن بذل الجهد لحل مصاعب المواصلات، لكنها لم تأتي بحلول جذرية واتخاذ مبادرات لتخفيف تحديات الاتصالات. ويقطن مديرية قرورة حوالي 22 ألف مواطن يزاولون الرعي والتجارة. انتخب سكان ضواحي مديرية آفا عبد في انتخابات جرت في شهر أبريل الماضي 10 قضاة محاكم أهلية و42 عضوا للجان الصلح، بينهم 16 امرأة. وقد جرت الانتخابات بطريقة منظمة نتيجة أنشطة التوعية المسبقة التي قامت بها الإدارة في جميع الضواحي. وذكر الناخبون القضاة ولجان الصلح للعمل بعرف وقيم المجتمع المترسخة، مؤكدين التعاون لتنفيذ مهامهم جيدا. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. والأنباء العالمية، حيث توقف تسعيد دامة في العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل خلال الليل، وأعلن مسؤولون فلسطينيون إن مصر توسطت في هدنة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وتفجرت أحدث جولة من القتال قبل 3 أيام، ووصلت ذروتها يوم الأحد عندما قتلت صواريخ وقذائف من غزة 4 مدنيين في إسرائيل، وأدت هجمات إسرائيلية إلى قتل 19 فلسطينيا، أكثر من نصفهم مدنيون. وقال مسؤولان فلسطينيان وقناة تلفزيونية تابعة لحركة حماس التي تحكم غزة إنه تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بشأن ما إذا كان قد تم التوصل لهدنة، ولكن الجيش قال إنه قد تم رفع القيود الوقائية التي فرضت على سكان جنوب إسرائيل منذ بدء القتال. وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 600 صاروخ ومقذوفات أخرى اعترض نظام القبة الحديدية، أكثر من 150 منها أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة. وأضاف الجيش أنه هاجم نحو 260 هدفا تابعا لحركة مسلحة في غزة. قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة الطائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل بقوة شديدة. وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة. ودخل قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني حيز التنفيذ، وذلك في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على طهران بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون الدول المنطقة. وتأمل الولايات المتحدة أن يوفر إنتاج النفط الأمريكي الذي وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ حاجة الأسواق من النفط، بحيث يحافظ على سعره منخفضا. قالت السلطات الروسية في وقت متأخر الأحد إن 41 شخصا لاقوا حتفهم عندما هبطت طائرة سوخوي سوبر جيت 100 اضطراريا في مطار شيريمينيفيتو بموسكو بعد اشتعال النيران بها.
وذكرت لجنة التحقيق الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني نقلته رويترز أن الطائرة كان على متنها 78 شخصا بينهم أفراد الطاقم. وأصدر الطاقم إشارة استغاثة بعد وقت قصير من مغادرة مطار شيريميتيفو بموسكو وفقا لتقارير انترفاكس. وتشير التقارير أيضا إلى أن أول محاولة للطائرة لهبوط اضطراري لم تنجح. وقالت شركة اير فلوت الناقل الوطني الروسي إن الطائرة أجبرت على العودة إلى المطار لأسباب فنية، لكنها لم توضح هذه الأسباب في حين تم فتح تحقيق في الحادث. وأعرب فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر الضحايا، وأعلنت منطقة مورمانسك فترة حداد لمدة 3 أيام. الخبر الأخير في هذه النشرة: سجل مركز مارليند الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية سابقة بعد أن أتم عملية نقل كلية تبرع بها أحد الأشخاص بطائرة مسيرة درون إلى المستشفى ليقوم المختصون بزرعها لدى إحدى المريضات، وتمت عملية الزرع بنجاح. وفي التفاصيل، قامت إحدى المريضات بالخضوع لعملية زرع كلية في 19 من أبريل الفائت بعد 8 سنوات من العلاج والمتابعة وغسيل الكلى. وفي سابقة من نوعها، قامت إحدى الفرق الطبية بالإشراف على مهمة نقل العضو إلى غرفة العمليات عبر متابعة الرحلة التي قامت بها الدرون، وهي رحلة دامت نحو 10 دقائق. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.